مرحله من المراحل اللي بيعدي عليها دلوقتي اي صانع محتوى او مونتير هي كتابه الكابشنز على الفيديو بتاعه، رغم انها ممكن تكون حاجه سهله ومش بتاخد وقت، ولكنها في الحقيقه بتاخد وقت كتير قوي. يعني خلينا اديك مثال، وهو ان انت علشان تكتب دقيقه واحده بس كابشنز بالكيبورد العاديه هتاخد منك وقت 30 دقيقه علشان تكتبها بايدك. من النقطه دي احنا بدانا نتعرف على ادوات بتساعدنا ان احنا نكتب الكابشنز دي ولكن في وقت اسرع زي كاب كات مثلا، وعلى الرغم من ان هو اداه مقبوله ولكن هو برضو بياخد وقت ولكن اقل من الكتابه اليدويه. يعني مثلا لو هقول ان انت علشان تكتب نفس الدقيقه بالكيبورد قلنا 30 دقيقه، ولكن علشان تكتبها في كاب كات وينفع بعد كده تستخدمها على بريمير فده هياخد منك تقريبا 25 دقيقه 23 دقيقه، وهو في الحقيقه برضو يعني انت وفرت ولكن ما وفرتش كتير. خلينا نرجع لنقطه الكابشنز مره كمان. بالنسبه لي انا شايف ان هي مش بتاخد اكتر من 3 دقائق، او هي ما تستاهلش اكتر من وقت 3 دقائق، لان انا علشان اكتب فيديو مدته 5 دقائق زي ده فده هياخد مني تقريبا 4 ساعات 5 ساعات علشان اكتب الكابشنز، في حين ان انا بلون الفيديو كله اساسا في نص ساعه او في ساعه وبعمل تقطيع للايرول في ساعه. فلو حسبنا خطوه الكابشنز اللي هي مش بتفرق قوي للمشاهد مقابل الوقت اللي بتاخده، فاكيد لا طبعا الوقت اللي هي بتاخده منك كتير قوي مش منطقي اساسا، فمفيش داعي ان انت تحطها او مفيش داعي ان انت تضيع وقتك عليها. ومن هنا بقى بتيجي الادوات اللي بتساعدنا او بتوفر علينا وقت، زي الاداه بتاعه الفيديو بتاع النهارده وهي اداه سبز اي ار، ودي اضافه بكل بساطه وظيفتها ان هي بتكتب كابشنز على الفيديو بتاعك باستخدام الذكاء الاصطناعي. وخليني اقول لك ان الاضافه دي بالذات رغم ان هي ممكن تبان بسيطه قوي ولكنها مهمه قوي. اولا وهو ان احنا دلوقتي عايشين في عصر كل فيديو وكل مسلسل وكل بودكاست لازم يكون مكتوب تحته الكابشنز بتاعته، فاول حاجه وهي ان ده ترند ولازم كلنا نبقى ماشيين مع الترند، وتاني حاجه واللي بقى بنتكلم فيها عن مميزات الاضافه دي وهي انها دقيقه بشكل كبير قوي. يعني غريب قوي ان مدى دقتها في اللغه العربيه 95% مثلا، 5% بس بتكون اخطاء بسيطه مش اخطاء كبيره، وتقدر بكل بساطه كمان ان انت تعدل على الاخطاء البسيطه دي. واهم سبب بالنسبه لي واللي بيخليني ارشح الاضافه دي للناس وهي انها بتوفر وقت. يعني انا عايز اقول لك ان الوقت ده هو اهم حاجه انت بتمتلكها. انا من الناس اللي اهم حاجه بالنسبه لي هي الوقت وتوفير الوقت، فلو انا مثلا بعمل 4 فيديوهات في الاسبوع فوارد جدا بشويه اضافات بسيطه توفر عليا وقت كبير قوي ان انا اعمل 6 فيديوهات في الاسبوع، 7 فيديوهات في الاسبوع، 10 فيديوهات في الاسبوع، وده معناه فلوس اكتر. فالوقت بالنسبه لي بصراحه هو حاجه مهمه. وعلى فكره كل الحاجات اللي احنا بنستخدم فيها اضافات احنا ممكن نعملها عادي جوه البريمير من غير اي اضافات، ولكن فكره الاضافه ان انت بتدفع فلوس علشان توفر وقت كتير من عليك. فلو انت كنت بتعمل فيديو مثلا في 10 ساعات، لا انت بشويه اضافات ممكن تخلص الفيديو ده في ساعتين بنفس الاداء وبنفس الجوده، وكمان بتركيز في جوانب اهم بتحتاج فيها مخك. فلو انت بتمتلك العقليه دي في توفير الوقت فهتعرف قد ايه فعلا اضافه زي سبز اي ار هي مهمه بالنسبه لك، لان هي بتوفر عليك وقت. طولت في الكلام كتير معلش، ولكن خليني دلوقتي اروح معاكم على الكمبيوتر اقول لكم ازاي تقدروا تنزلوا الاضافه دي على برنامج المونتاج سواء بريمير بقى او افتر افكتس او دافنشي، هي بتنزل على كذا برنامج. وبس يلا بينا اوريكم. طيب زي ما انتم شايفين ده كده المتصفح، كل اللي احنا هنعمله هو ان احنا هنكتب subs.ar ونضغط انتر اللي هو الويب سايت بتاع الاضافه دي. يعني هتلاقي الويب سايت بتاعهم فتح بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هتروح عند تسجيل، ولو انت عندك اكونت على الويب سايت هتعمل تسجيل دخول، ولكن انت دلوقتي هتعمل تسجيل مثلا ممكن تعمل تسجيل عن طريق جوجل، ولكن انا علشان بالفعل عامل اكونت فهدخل بالاكونت بتاعي. كل اللي انت هتعمله دلوقتي في الاول بس هو ان انت هتنزل حاجتين. اول حاجه وهي الاضافه ذات نفسها، وانا علشان ويندوز فهختار لنظام تشغيل ويندوز، ولو انت ماك اختار ماك، فيظهر معايا الداونلود بالشكل ده، وانا بالفعل علشان اعمل لها داونلود فهي نازله معايا فمش هنزلها. وتاني حاجه بقى والمهمه وهي الزي اكس بي انستولر، ودي هي الحاجه اللي بتثبت الاضافات جوه بريمير وافتر افكتس، فدي كمان لازم تنزلها. هتلاقي الاضافه فتحت معاك بالشكل ده. كل اللي انت هتعمله هو ان انت تروح عند فايل وتختار اوبن وتختار الاكستنشن بتاعتك. انا بالفعل علشان منزلها، يعني انا دلوقتي علشان منزلها لو رحت عند بريمير برو هلاقي ان انا منزلها فمش هحتاج اعمل لها سيت اب كمان، ولكن انت هتعمل لها سيت اب عادي جدا. هتضغط على انستول وهتلاقيه عمل انستول معاك بشكل طبيعي، مفيش اي مشاكل او مفيش اي حاجه زياده هتحتاج تمر عليها. بس كده حملنا الاضافه وكمان ثبتناها. هنروح دلوقتي نفتح البريمير. لان انا بستخدم بريمير الفتره دي فانا هشرح على البريمير، ولكن ممكن افتر افكتس تشتغل، وكمان حسب كلامهم فالاضافه بتشتغل على دافنشي. فلو الثلاث برامج دول لو انت بتستخدم واحد فيهم فهتلاقيهم شغالين معاك بشكل كويس. دلوقتي انا هفتح شورت من الشورتس اللي انا عاملها. زي ما انتم شايفين دي شورت من الشورتس اللي انا عاملها. في العادي كنت بعمل ايه؟ كنت بشغل الصوت بتاعي. لو انت فيديو اديتور فتعالى اقول لك طيب هكتب مثلا لو انت فيديو اديتور وهسنتر الكلمه في النص، هسنتر البتاعه دي كمان البتاعه دي، كل ده تمام. اختار الفونت بتاعي
وهبدا ادوبليكيت الكلام ده بحيث ان هو يبقى 3 كلمات 3 كلمات. ده اللي احنا كنا بنعمله في العادي. انتوا متخيلين الموضوع بياخد وقت قد ايه؟ ده بالنسبه لي تضييع وقت وش، وانا ببقى حزين وملان وانا بعمل خطوه زي كده. وعلشان تروح لكاب كات زي ما قلت، كاب كات بتعدي ب 5000 مرحله علشان تقدر تدخل الكابشنز دي، ومش بتبقى افضل حاجه. فخلينا دلوقتي نشغل العداد ونشوف هنقدر نعمل الكابشنز بتاعتنا في وقت قد ايه، وانا بشرح لكم. يعني ده كمان هياخد وقت زياده. اول حاجه هتروح عند ويندو وهتنزل تحت عند اكستنشنز، ومن اكستنشنز هتلاقي الاكستنشن بتاعه سبز، هتيجي ضغط عليها وهتلاقي الاضافه فتحت معاك بالشكل ده. خلينا نختار اللغه، هي اللغه العربيه بالنسبه لي، تمام مفيش مشكله. ومن هنا تقدر تختار الماكسيمم بتاع السطر، يعني الحد الاقصى لعدد الكلمات في السطر. انا بختار 4 كلمات، ولكن لو انت عايز كلمه او كلمتين او 3 او 5 مفيش اي مشكله، ولكن خلينا هنا في 4. ممكن اقول تمديد النصوص بحيث ان ما يبقاش فيه فراغات بتظهر وتختفي فيها الكتابه. في حاجه حلوه ممكن تعملها، وهي ان انت لو عايز تعمل كابشنز لحته معينه فتختار ان اند اوت وتقول للبرنامج انا عايزك تعمل لي كابشنز في الحته دي. ولكن بالنسبه لي انا هعمل على السيكونس كله، يعني هخليه يعمل لي من الاول للاخر عادي جدا مفيش اي مشكله. بعد كده هيقول لك انت عايزني اطلع الصوت او اطلع الكابشنز من انهي تراك صوت. انا التراك بتاعي، تراك الصوت بتاعي على A1، فانا هختار A1. ولكن لو ده بودكاست وعايز مثلا تطلع من A2 وحده ومن A1 وحده مفيش اي مشكله، ممكن تختار مره A1 وممكن تقفله وتختار تاني مره A2، وهو من نفسه بيعمل ميوت علشان يتعرف على التراك اللي هو هيطلع منه الكابشنز. زي ما قلت انا هختار A1 زي ما انتم شايفين، فعمل ميوت على كل حاجه وفعل بس A1. ودلوقتي هنروح نقول له الحصول على نصوص، وخلينا بقى نبدا نعد من هنا عداد تاني. 1. هو دلوقتي بيبدأ يعمل ابلود للفايل بتاع الصوت علشان يقدر يطلع منه الكابشنز باستخدام الذكاء الاصطناعي على السيرفر بتاعهم، وبعد كده بيجيب لي الحاجات دي مرة كمان. ادينا شغالين وادينا بنعد. انا دلوقتي مش بعمل كت، مش عامل اي حاجة، كل حاجة شغالة بشكل طبيعي. اوكي دلوقتي هو فتح لنا الفولدر بتاع الايرول ومفيش اي حاجه حصلت. فتعالى نروح تاني للاضافه ونشوف ايه اللي حصل. وهنا بيقول لك لم تتم اضافه نصوص، يعني بيسالك هل في حاجه اتضافت ولا لا. انا بالنسبه لي مفيش اي حاجه اتضافت، فهو بيقول لي اضغط هنا. هضغط هنا زي ما هو قال لي، وفوالا يعني اللي هو او اتفرج بقى على ايه اللي حصل. فزي ما انتم شايفين الموضوع سريع جدا، ما اخدش تقريبا مننا دقيقه وكل حاجه اتكتبت. خلينا بس نظبط الاعدادات بتاعه الكابشنز. هحددهم كلهم بالمنظر ده، وهختار الفونت اللي انا بستخدمه، وهختار المكان اللي انا عايز فيه الكابشنز تظهر، ونكبر الكلام ده شويه. لو انت فيديو اديتور فتعالى اقول لك على اهم اسئله لازم تسالها للكلاينت قبل ما تشتغل معاه. في الاول لازم تكون عارف ان الكلاينت دايما مش، فانت هتكون بتضيع اهم حاجه عندك. فزي ما انتم شايفين الاضافه دي بصراحه رائعه. يعني انا بقعد اكتب نص ساعه في ال 45 ثانيه، وهو عمل ده كله في دقيقه واحده بس. يعني حاجه بتوفر فعلا وقت وبتفيد فعلا الفيديو. ونسبه الاخطاء تقريبا مش كتير. يعني انا بس ابعت لك، اعملها ابعت لك، فانت ممكن تدخل مثلا عند التكست تغير الطه بالته، فتمام انت عدلتها وخلاص. يعني انت كده تمام، تقدر تعمل اكسبورت للكابشنز دي. مفيش اي مشكله عادي. خلينا نجيب مثال تاني نجرب عليه، مثلا فيديو اليوتيوب الاخير اللي انا عملته. خلينا نروح نجيبه دلوقتي، والفيديو ده مدته تقريبا 11 دقيقه او 12 دقيقه، اهو 10 دقيقه و48 ثانيه. فخلينا نجيب اللغه العربيه مره كمان، و4 كلمات تمديد النصوص. كل حاجه هختارها زي ما اخترت اللي فات، والمره دي بس هختار ان اند اوت لان هي دي بس الحته اللي انا هعمل لها كابشنز. وبس كده هضغط على الحصول على النصوص. خلينا نستنى شويه نشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين هو دلوقتي حجم الفايل بتاع الصوت 118 ميجا، فهو بيرفعهم على السيرفر زي ما قلت، لان ده بيتعمل له جنريشن بالذكاء الاصطناعي او بيطلع عن طريق الذكاء الاصطناعي. خلينا نستنى شويه دول نشوف ايه اللي هيحصل. هو دلوقتي خلص ابلودنج وبيعمل بقى جنريت للكابشنز بتاعت ال10 دقائق دول. هو هنا بيقول ان الاستيميتد تايم ليفت اللي هو الوقت اللي المفروض متبقي يعني 3 دقائق و54 ثانيه. فخلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل. هو 3 دقائق برضو حاجه كويسه قوي بالنسبه لفيديو 10 دقائق. فزي ما انتم شايفين هو هنا عمل لي ملف الاس ار تي، فهو المره دي ما ضافوش ولكن انا اخدته وحطيته على الفيديو. فتعالوا نعمل ابديت للكلام ده بحيث ان هو يكون شبه الكلام اللي احنا عملناه في الاول. نختار اي تكست من هنا ونعمل ابديت all captions on track واوكي. هنلاقي كل حاجه بقت بنفس الشكل ده. كده كان عندي فكره معينه، الفكره دي وطبعا السيكونس نفسه مختلف، فتعالى نغيره مع بعض. فزي ما انتم شايفين دلوقتي كده الفيديو بحجم السيكونس، وده كده الكلام مكتوب. بيوضح حاجه بتتشرح في فيديو بس.
تاني نصيحة في الفيديو ده وهي ابعد عن الحاجات اللي انت بتشوفها في العادي وجرب تشوف حاجة. جميل جدا، يعني انا مبسوط قوي بالاضافة دي ومبسوط ان هي نزلت عندي لانها فعلا زي ما قلت بتوفر وقت كتير. وفي فيديوهات كتير زي ما قلت، يعني اليوتيوب كل الفيديوهات عليه تقريبا دلوقتي بقى عليها كابشنز او بقى حتى في جزء من الفيديوهات. وانا دلوقتي بقيت بحط كابشنز على الفيديو زي ما انتم شايفين دلوقتي، وده لرؤية معينة عندي يعني ليها علاقة بالكونتنت مش هتكلم عنها دلوقتي. ولكن حلو، يعني هو الموضوع بيشتغل فعلا والموضوع فعلا بيدي نتيجة كويسة ومش بيضيع وقت عليا. فشكرا سبز اي ار يعني على الاضافه الجميله دي. فبس كده دي كانت كل حاجه بخصوص الاضافه الرائعه دي. سبز اي ار بيدوك بس 3 دقائق للاسف، يعني تجربه مجانيه للاضافه بتاعتهم، فممكن تحملها وتجربها. ولو فعلا الموضوع ده افكتيف بالنسبه لك ارشح لك ان انت تدفع فيه فلوس، لان لو انت شغال مع كذا كلاينت فاكيد بنسبه 100% هم بيطلبوا منك كابشنز، واكيد برضه بنسبه 100% ان ده بيضيع عليك وقت، واكيد بنسبه 100% ان انت محتاج تستثمر في حاجه زي كده علشان تعرف تشتغل مع ناس اكتر وعلشان تعرف توفر على نفسك وقت. الموضوع صدقني هو موضوع وقت مش اكتر، وموضوع ادوات بتسهل عليك الحياه او بتسهل عليك العمليه وبتخلي تركيزك في حاجات احسن، زي ان انت تحكي حاجه احسن، زي ان انت تعمل موشن جرافيكس احسن. فانت في الاخر هتلاقيك بتوفر على نفسك ارهاق علشان بتعمل حاجه احسن. فبس كده، يعني انا هسيب لكم اللينك طبعا تحت في الوصف. اللينك ده بتاعي انا، يعني انت لما بتدخل بيعرفوا ان انت جاي تبعي انا، وده اكيد بيدعمني انا. فلو عايز تجرب الاضافه انزل حملها من الرابط اللي موجود تحت اللي انا سايبه لك. وزي ما قلت لك لو خدت التجربه المجانيه فهم عندهم اكتر من باقه ممكن تشترك فيها. بس كده دي كانت كل حاجه بخصوص اضافه سبز اي ار. شكرا جدا لسبز اي ار على رعايتهم لهذا الفيديو، وشكرا لكم ان انتم شفتوا الفيديو ده للاخر. اخيرا لو الفيديو عجبك فما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش، ولو عندك اي تعليق او استفسار فممكن تكتب لي تحت في الكومنتس. وبس كده ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.